المنتخب ديالنا عنده مباراة مهمة ضد المنتخب النيجيري في دور النصف النهائي من بطولة كان 2025. مباراة صعبة وقوية بين المنتخبين ضد منتخب أقوى هجوم في البطولة اللي هو نيجيريا اللي سجل 14 هدف، وضد منتخب اللي أقوى دفاع في البطولة تلقى هدف وحيد اللي هو المنتخب ديالنا. مباراة صعبة وقوية في هذا الدور ضد منتخب صعب وقوي هجوميا، لكن منتخب دفاعيا ليس بالمنتخب الممتاز. هذا المقطع غادي يقدم التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني المغربي وللمدرب والد الركراكي. قبل الدخول في التفاصيل خلي معك واحد ابوني ولايك يلا ندخلوا في العمار. التشكيلة المتوقعة: مركز حارس المرمى ياسين بونو، خط الدفاع أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكراد ونصر مزراوي. وسط الميدان نايل العينوي، بلال الخنوس، إسماعيل السيباري. أما خط مقدمة خط الهجوم إبراهيم دياس، عبد الصمد الجزولي وأيوب الكعبي. طبعا توقعي الشخصي والكل يتوقع هذه التشكيلة أن وليد لن يقوم بالتغييرات في التشكيلة، خصوصا عندما لعب ضد الكاميرون بها وعندما لعب ضد تنزانيا بها، سوف يدخل بها ضد المنتخب النيجيري في حال لم تكن هناك أي إصابة. هذه التشكيلة المتوقعة بنسبة 100%. طبعا والأهم أن الفريق يقدم مستوى جيد، اللاعبين يظهرون بصورة ممتازة، واللاعبين يقدمون مستويات كبيرة في اللقاءات، ويجب الحفاظ على نفس التشكيلة، خصوصا أن لاعبين حاليا في تركيز عالي ولاعبين بدأوا بالانسجام أكثر. مع إصابة عز الدين أناحي وغيابه عن وسط ميدان المنتخب المغربي، فبلال خنوس قدم مستوى جيد ضد تنزانيا وضد الكاميرون. إسماعيل السيباري بعد سوء المستوى في المباراة الأولى لكن عاد للتألق وظهر بمستوى جيد ضد الكاميرون. نايل العنوي أعطى إضافة على مستوى مركز الارتكاز ويقدم مستويات كبيرة للأمانة. فهذه هي التشكيلة المنطقية بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، لاعبين يقدمون مستويات كبيرة، يجب عليهم البقاء في نفس التشكيلة ويجب على والد الاستمرار بنفس التشكيلة في مواجهة المنتخب النيجيري. الكثير سوف يتساءل عن سفيان أمرابط. سفيان أمرابط للأمانة ليس باللاعب الذي يستحق أن يكون أساسي من الدقيقة الأولى، فهو اللاعب لربع ساعة الأخيرة من كل مباراة إذا كان المنتخب متقدم. كذلك في فترات من الشوط الثاني المردود البدني لبعض اللاعبين تنخفض، خصوصا مع إيقاع المستوى العالي لكل مباراة. إذا التغييرات التي يجب على الوالد أن يقوم بها في لقاء ضد منتخب نيجيريا: إقحام حمزة إيجامال مقطع أيوب الكعبي، إقحام اللاعب شمس الدين الطالبي مكان عبد الصمد الزلزولي أو سفيان الرحيمي على مستوى الرواق الأيسر، إقحام اللاعب إلياس أخوماس مكان إبراهيم دياز، خصوصا أن إبراهيم ليس في ذلك الفورمة البدنية العالية عندما كان لم يلعب مع فريقه ريال مدريد لمدة طويلة، رغم أن ذلك يقدم مستويات كبيرة لحدود الساعة. لكن إذا كنا متقدمين في النتيجة يجب على الوليد إشراك إلياس أخوماس وإراحة إبراهيم دياز. طبعا هذه هي التشكيلة المتوقعة وتشكيلة منطقية حسب رأيكم الشخصي. ما هي التشكيلة التي سوف تكون مع المنتخب المغربي ضد منتخب نيجيريا؟ وما هي التغييرات على وليد يعني يجب يقوم بها في لقاء ضد نيجيريا، منتخب قوي وصعب؟ وهذا وكل شيء من هنا، وإلى اللقاء.